مصطفى شوبير محدش يختلف على امكانياته، ومصطفى حارس كلمة واعد دي انا من رأيي عداها بعد ما لعب نهائي تشامبيونز ليج، ومش يعني الضغوط والمباراة والكرات اللي شالها، ده مواصفات حارس كبير. وفي حراس كتير عندنا في مصر، لكن في مميزات في مصطفى مش عند ناس كتير، ومنهم الغلط اللي غلطه ان هو بيلعب برجله. مش هقول ان مفيش حارس ما بيغلطش والكلام ده، لا، بس على قد الغلط على قد ما الناس تكون هادية، لانك انت مصطفى ما كسبش الخبرة الكاملة اللي انت تحاسبه عليها، وده مش دفاع عن حد، يعني هو لسه ماشي في طريقه. لما ياخد الخبرة الكاملة ابدأ قول والله ده الحارس. لكن مصطفى مبشر جدا، ومحدش يقف في نهائي دوري ابطال افريقيا بالامكانيات دي ويصد الصدات دي غير انه حارس كبير. والحارس رقم 2 في الاهلي اكيد مؤهل انه ينزل يلعب في اي وقت، وهو كمان عنده حارس كبير جدا، وهو الحارس رقم 1 حاليا محمد الشناوي، واكيد بيكتسب منه. فالناس امبارح اصل الكرة وارد انه يغلط لانه لسه بيكتسب خبرات، وارد يكون عنده مثلا خطأ في التقدير، بتحصل. لكن انت الخبرة انت لغاية دلوقتي ممكن مواقف بتتعلم منها في حياتك، فاكيد لاعب الكرة زيك بيتعرض لمواقف لغاية ما يوصل انه يفضل حارس كبير. واعتقد انه مصطفى في الطريق السليم ان شاء الله انه يبقى حارس كبير مفيد للنادي الاهلي ومفيد للكرة المصرية، زي ما بنقول على صبحي، زي ما بنقول على محمود جاد، زي ما بنقول احنا عندنا حراس شباب كويسين في مصر ومستقبلهم